أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والمنكرين فضلكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. وصلى الله عليك يا أبا عبد الله يا عبرة المؤمنين، يا غريب يا مظلوم كربلاء. فاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما. البدار البدار آل نزاري قد فنيتم ما بين بيض الشفار. سلبتكم بالطف أي نفوس ألبستكم ذلا مدى الأعمار. يوم جذت كل يمين، يوم جذت كل يمين من بني غالب وكل يسار. لا تلد هاشمية علوية إن تركتم أمية بقرار. طأطأ الرؤوس. الخطاب البني هاشم. الشاعر يخاطب بني هاشم بهاي القصيدة، لأن هاي الشيخ عبد الحسين شكر ألقاها بمحضر السادة، مجموعة من السادة مجلس البني هاشم، ويحكي وياهم يقول لهم طأطأ الرؤوس إن رأس حسين رفعته فوق القنايل الخطار. قام له واحد من السادة قال له يا شيخ عبد الحسين إذا رأس الحسين ارتفع على الرمح هذا شرف إن احنا نرفع رؤوسنا، ليش تقول لنا طأطأ الرؤوس؟ قال له اصبر لي اسمع القصيدة الآخرة وانت راح تعرف ليش. راح طأطأ رأسك. قال له خليني أكمل. قال له أكمل، اسمع الأبيات. طأطأ الرؤوس إن رأس حسين رفعته فوق القنايل خطاري. لا تذوق الماء واقضوا ظمايا بعد ضامن قضى بحد الغرار. النزار هاي فهر غالب نزار عدنان مضر. هذا الخطاب البني هاشم. النزار نضب ورود التهاني فحسين على البشيطة عاري.
لا تمدوا لكم عن الشمس ظلا ما في الشمس مهجة المختار تكفنوا علويا بعدما كفن الحسين لا تشقوا لآل فهر قبورا فحسين ملقا بلا هتكوا عن نشائكم كل ستر. قال سيدنا هالطاطا شكله لا قال له اي والله هتكوا عن نشائكم كل ستر. هذه زينب على الأكوار شأنها النايا وليست تهدأ عن بكا بالعشي ويا الابكار مشت وعيونها على حسين تروي مشت وعيونها على حسين تروي وخذت من دمع زين القلب تروي الاخت والاخ نزلوا الاخت والاخ نزلوا تروى شلون تعوب جسم على الوطن شلون تعوب جسم على الوطن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. ورد عن إمامنا الصادق عليه السلام أنه قال ما أنغص ذكر الحسين للعيش. من أجل قبول مجلسنا وحفظ وسلامة إمام زماننا وتعجيل فرجه الشريف ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. مهما تمر علينا من معطيات ومعلومات تاريخية وردتنا في كتب السير وكتب التاريخ تكلمت عن واقعة الطائف أيها الإخوة، أريد أن ألفت نظركم إلى هذا الجانب.
كل ما في أذهاننا من معلومات أنا وياكم وكل الناس، وكل ما موجود مسطور في الكتب من روايات، من أخبار، من نقولات تاريخية، من أشعار دونت منذ واقعة الطيف إلى يومنا هذا، وإلى أن يظهر صاحب الأمر سلام الله عليه، كل هذا لا يمكن أن يعطينا صورة كاملة عن عظمة كربلاء، عن عظمة يوم عاشوراء، عن عظمة مصيبة الحسين سلام الله عليه، ما بصورة كاملة. المعطيات اللي بين أيدينا هي معطيات ناقصة، يعني ما وصلتنا الأحداث مهما كانت الأخبار، التواريخ، الروايات، ما وصلتنا الأحداث مثل ما هي. وبنفس الوقت حتى لو وصلتنا الأحداث بصورة مقاربة، بيان واضح مفهم ومعطي صورة متكاملة عن عظمة المصيبة، يعني لا يستطيع متكلم ولا خطيب ولا كاتب ولا شاعر ولا أديب ولا راوية أن يوصف لنا عظمة كربلاء، عظمة يوم عاشوراء، عظمة مصيبة الحسين سلام الله عليه. ليش؟ تفتوا؟ لأن كربلاء ومصيبتها ممتدة ومستمدة عظمتها من صاحبها. من هو صاحبها؟ صاحبها هو ابن سيد الكائنات، هو ابن خاتم الأنبياء والمرسلين، هو ابن سيد الوصيين، هو ابن سيدة نساء العالمين، هو سيد شباب أهل الجنة، هو ريحانة المصطفى صلى الله عليه وآله. صلى على محمد وآل محمد. فإحنا كثيرا ما يكون كلامنا عن كربلاء وعن عاشوراء وفقا للظروف الطبيعية، وفقا للمعطيات المادية. والظروف الطبيعية اخوان والمعطيات المادية لا يمكن الوصول من خلالها إلى فهم عظمة كربلاء، إلى معرفة عظمة كربلاء. نعم بإمكاننا أن نستشف شيء من عظمة كربلاء إذا تعاملنا مع كربلاء تعامل عقائدي. من هالجانب هذا راح نعرف عظمة ما جرى، أو نستشعر نحس بعظمة ما جرى على الحسين سلام الله عليه. هذا من جانب، وهذا الجانب الأهم بالقضية. يجب أن نتعامل مع أحداث كربلاء، أخبارها، رواياتها، نقولاتها، نتعامل معها تعامل عقائدي. ونأخذ جانب آخر، هذا الجانب البعض يحبه يستشف من عنده شيء، اللي هو الجانب الإنساني في كربلاء. وأنا أقدر أعبر عن جانب معين مهم لفهم ما جرى في كربلاء، وهو هذا جانب فكري إخواني، جانب أخلاقي، جانب حقوقي مستمد من الجانب العقائدي. شنو هو هذا الجانب الأخلاقي؟ اليوم أنت كوضع طبيعي إخواني، شوف هذا تصوير بسيط لعظمة مصيبة كربلاء، تصوير بسيط جدا تفتو. اليوم أنت يجي إنسان، أنت
غاطس في ملذاتك، في شهواتك، في ذنوبك، في معاصيك، في متاهات هذه الدنيا المختلفة. واصل للحضيض، يجي واحد يقول لك انا اريد ان اقبلك، طيني ايدك، انا اريد اطلعك، انا اريد اخلصك. انت شو تسوي؟ تقول له يعطيك ايدي، تعطيه ايدك، بس شو تسوي؟ مثل هذا اللي اسامه الغريان يقول هذا مجبر، بس انت باختيارك. شو تسوي؟ الجر هذا اللي يعطيك الى وين؟ تريد تجره وياك للحضيض. مو انت مالك، شو تريد؟ تريد تأذيه. القضية بالضبط أعظم من هذا الشيء. الناس تشكو الجو، تشكو الظلم، مو الناس تشكو السلطان. شلون احنا هسه وضعنا الحالي؟ احنا هسه نشكو من السلطان، نشكو من الظلم، من الجو، من الفساد، من الانحراف، ومن السرقات. ضحكونا ضايعه، نقول اكو جور، مشكله لا. بس لما يجي واحد يريد يستنقذنا، يقول يا جماعه الخير انا جاي استنقذكم واريد منكم بس تساعدوني، بس تعاونوني، بس توقفون وياي. احنا شو نسوي؟ نقول له انت تريد تساعدنا؟ تريد تستنقذنا؟ تريد تدفع عنا ظلم وجار؟ احنا راح نقتلك. يا ليش تقتلوني؟ هو ليه تريد تساعدنا؟ الامام الحسين سلام الله عليه هذه الامه شكت له فجاء ليستنقذها. سوت هاي الأمة لما عرفت أن الإمام هو المخلص، هو المنقذ، الإمام هو الهادي، هذا راح يخلصهم، يدفع عنهم الظلم، الجور، الضلال، الانحراف، يخلصهم في الدنيا من هذه المشاعر، من المشاعر الدنيوية، ويخلصهم في الآخرة، يطلعهم من النار، ياخذهم للجنة، ينقذهم من الضلال علما للهدى. وهم ترى الأغلبية يعرفون هذا الشيء، هو حقه. ترى مو كلهم يعتقدون أن الحسين ضال أو منحرف أو خارجي أو إلى آخره. مو الكل ترى السلطة موهمة عليهم ومغششتهم، لا، اكو اغلبية شاعقة بالامة تعرف الحسين امام هدى، تعرف الامام الحسين امام حق. ليش الامة غضب الله عليها فألبسها ثوب الهوان والذل؟ ليش؟ الامام الحسين ليش يرفع ايده يوم عاشوراء يقول اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم ابدا؟ ليش؟ يقول لانهم استصرخونا فجئنا لننصرهم لننقذهم فعدوا علينا يقاتلوننا. يعني وكأنما الأمة هيك قالت للإمام الحسين، قالت له أنت لين تريد تنقذنا؟ لين تريد تدفع عنا الجور والظلم والانحراف والضلال؟ لين تريد تطلعنا من النار تاخذنا للجنة؟ احنا راح نقتلك. يعني هو هذا جزاء الإحسان. هاي مصيبة لو مو مصيبة؟ اكو اعظم منها، بس تنوع لها من الجانب الاخلاقي. واحد متفضل عليك وانت مش ما مسوي له، مش ما مقدم له، ويجي ليك يقول لك انا اريد اتفضل عليك، اسوي لك هاي واسوي لك هاي واسوي لك هاي. هذا اللي انت تشكون عنده.
إذا راح أقتلك، ومو بس أقتلك، أصنع بك صنيعا لم يصنع بغيرك من قبل، ولم يصنع بأحد من بعدك. بالفعل الذي جرى وصنع مع الحسين عليه السلام ما صنع مع أحد، بحيث يبقى ثلاثا ملقا على الرمضاء. الله أكبر. بلا دفع، ماشي يقولون بلا غسل ولا كفن. هسه شو قالوا؟ البعض يتصور أن الإمام يغسل أو يكفن. الإمام هو سيد الشهداء، وإن عندنا الشهداء شهداء بالمعركة لا يغسلون ولا يكفنون. ما هاي الشاعر يقول ما غسلوه وما لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه ردا. يقصد الإمام شهيد مضرج بدمائه. لاحظ. فإحنا نقول 3 أيام يبقى شهيد الشهداء. ليش؟ ابن سعد ما خرج من كربلاء إلا وأقبر قتلاه لعنه الله، وأبقى جثث الطاهرين. مو زينب الكوفة ايش قالت لهم بالخطبة؟ وتلك الجثث الزواكي الطواهر تنتابها العواشر، يعني تقطعها الذئاب بأنيابها. انتم سمعتوا الذئاب؟ اجت نشت جسد الحسين؟ لا، زينب تقصد الذئاب البشرية. تقول تنتابها العواشر وتعفرها أمهات الفراعل. ورد عندنا أمهات الفراعل يعني أناث الأسود. ورد عندنا في الأخبار والروايات أن أسدا أو لبوة جاءت تحرس الحسين سلام الله عليه ل3 أيام، تحرس جسد الحسين. البشر شوف ايش سوى بالحسين. شوف الحيوان يأتي لحراسة المولى. أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه حر قلبي ولف نفسي عليه. نعم بقي 3 على الرمضاء في حرارة الشمس في زيارة الناحية. يقول الإمام المهدي سلام الله عليه: السلام على من دفنه أهل القرى يا. نعم حتى جئنا كما تقول الأخبار نسوة من نساء بني أسد إلى المشرع إلى الفرايات، فرأينا على شاطئ الفرات جثة بلا يمين ولا شمال مقطوعة الرأس. دققنا النظر في هذا الجسد، شاف السهام، الرماح، الطعنات، الضربات. يبدو هذا بطل. هذا ليش؟ العرب شلون يعرفون البطل؟ يعرفونه من كثرة الضربات، الطعنات. وإذا بامرأة تصيح إنها واقعة كربلاء. وشنو واقعة كربلاء؟ سألنها اللي وياها، قالت هناك أخبار أنه هنا تصير وقعة بكربلاء، وإذا ما خاب ظني هاي الوقعة معناها الحسين ابن بنت رسول الله وأصحابه مقتولين. فجئنا يتجولنا في ساحة المعركة، رأينا الأجساد والأشلاء متناثرة. ها هنا شاب وهناك شيخ كبير وهناك طفل صغير. سوى رجعنا إلى رجالهم وهم منعقدون مجتمعون في ديوان له. حشمناها
إلى سليت عاشمة نسوانها رايدة البن غريب أوطانه. هسه صار جدل، صار نقاش شلون نروح، هاي معركة صايرة هنا وهذا بن زياد معسكر وعنده عيون وعنده أتباع وخاف ناخذ غيلة، هذول طالعين ضد الدولة مشكلة لا بين ما هم بالملامة وبالجدال جو هاي جو للمعركة جو يشوفون ويتجادلون بيناتهم هم عرشاهم بين ما هم بالملامة وبالجدال. طلع راكب قال شلكم يا الرجال، اتفرقوا عن الجثث يمنى وشمال طايرة من شر ويذهانه. والله قال شنو وقوفكم يم الأجساد، كون تحجوا للصدق شنو المراد، انت منو كون تحجوا للصدق شنو المراد. قال انا مامكم زين العباد، واسفر لهم عن وجود ايمانها، واسفر لهم عن وجود ايمانها. هنا حجوا لصدورهم. والله قالوا حسين انتخينا لدفنته، بكل جهدنا وما قدرنا الجثتين، لا مواراة ولا من صعوته، ضايعة تحت السواف بلانه. سوى الإمام والله قال عبر هنا يا والدفنتهون، ما قدرتوا تدفنونها، ما قدرتوا تشيلون جسد الحسين، ما يصير، هذا إمام معصوم، والإمام المعصوم لا يلي أمره إلا إمام معصوم مثلها. قال حفر هنا والدفنتهون، بناح مستعبر دمه تجري العيون. قالوا بلا يغسل ندفن شلون، قالوا بلا يغسل ندفن شلون، بلشير ومن الغسل عطشان. قال هذا الراي حق هذا الراي، اناشدكم عن هاي الترك هاي، لو فرضنا يحصل للتفسير ما، والله لا فرضنا يحصل للتفسير ماي وين كافورها وجفانها. سوى هنا امر بني الشيد ان يحفروا حفيرة كبيرة، جمع انصار به الحسين الحدهم فيها، ثم افرد قبرا لحبيب بن مظاهر الاشد اكراما لبني اسد. هذا شيخها اكراما لبني اسد، افرد قبرا لحبيب، ثم جاء بنفسه وحفر قبر ابيه الحسين. قالوا له خلي نساعدك، قال لهم لا ان معي من يعينني يا بني اسد. ثم جاء الى جسد المولى بعبد الله، جمع اجلاه المقطعه، انزلها في ملحوده قبري، وقبل ان يهيل عليه التراب واذا بالصوت من منحر الحسين، بني علي والسد رضيعي الى جنبي، يقولون بنو اسد خرج الامام زين العابدين يبحث
صغير أنزله إلى القبر وضعه على صدر أبي الحسين ثم نادى برفيع صوته أبتا يا حسين أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنورك مشرقة وأما حزني فشرميت وليلي فمشهد فأهال التراب على جسد أبي وأمر بن وسد يشتركوا معه ثم جاء إلى شاب مقطع بالسيوف بن الباب أحنى عليه وإذا بهم يسمعونه يقول وأخاه وعليا فأراد حمله إلى قبره عند رجلي أبي الحسين ما استطاع لأنه مقطع الأشلاء. قال يا بني أسد أعندكم بارية تأتونني بها؟ فجاءوا له ببارية وضع عليها أشلاء علي الأكبر المقطعة. نادى يا بني أسد حط الأكبر يم أبوه يا بني أسد حط الأكبر يم أبوه هذا أخوي حزام ظهري وأنا أخوه هذا المغبر وجوه الحاربة هذا جندل من كبار عيانه. ثم قال لهم هل بقي عندنا أحد لم يدفن بعد؟ فقالوا له نعم سيدي إن هنالك على المشنات جسد جثة لرجل بطل مقطوع اليمين والشمال. فشار الإمام يدري ما يدري فشار الإمام ناحية الفرائيات قل دقعد يا عمي وشوف يدي والله دقعد يا عمي وشوف يدي والسلسلة الورمت جدي ومعزوز من غير وردي وصل إلى عمه قمر العشيرة يقول يا عمي السرايا عقب عينك والله يا السرايا عقب عينك تقعد واشهر سيفك الفتاك والله هذا الواك ما تقعد تشيل الواياك. وقالوا لم يغسل شبل طه ألم يكن غسله فيض الورد. وقالوا لم يكفن والشوافي نسجن عليه ضافية الورود
إلهنا نسألك وندعوك ونتوجه إليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. عجل فرج مولانا صاحب الأمر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين بين يديه. الإخوة الجالسين والسامعين والمؤسسين من أوصانا بالدعاء، اللهم تقبل من الجميع بأحسن قبولك، اقضي حوائجهم، يسر أمورهم، واشف مرضاهم إلى أرواح أمواتهم وأمواتنا من مات على الهدى والإيمان. نهدي للجميع ثواب مجلسنا مع ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة على محمد وآل محمد.